طالما انت كده كده عايش، طب ما تعيش عيشة أحسن. مادام انت كده كده بتتنفس، طب ما تتنفس هوا أنضف. طالما انت كده كده عندك قدرات، طب ما تستغلها. تعالوا نقول نفس الكلام بطريقة تانية. كان في شاب ياباني شغال سواق تاكسي، ومع احترامي لكل المهن إلا إنه كان شايف إنه بيمتلك ما هو أكبر وأكتر من مجرد إن هو يبقى سواق تاكسي. كان عنده إحساس ورغبة إنه يكون فارق في الكوكب ده، بس لا كان عارف إزاي يستغل أو يخرج قدراته اللي حاسس بيها بتضغط عليه علشان يتحرك من مكانه. المهم الشاب ده سمع عن الفيلسوف الياباني الشهير كوشيدو كوندو، قال يروح له يمكن يكون عنده الحل. راح الشاب وفضل ساعة يدق على باب الفيلسوف لحد ما الباب فتح. قالوا له إنك لازم تحدد ميعاد، وحددوا له ميعاد بعد 6 شهور. والرغم من الشاب ما كانش مبسوط من الموقف ده، لكنه فعلا رجع بعد 6 شهور علشان يتصدم صدمة أكبر من الصدمة اللي اتصدمها من 6 شهور. الفيلسوف مسافر وراجع بعد 3 شهور، ورجع علشان يدوله ميعاد جديد، وفضل كده رايح جاي لحد ما قفل سنة علشان يسمحوا له أخيرا بمقابلة كوشيدو. وقدام الفيلسوف فضل الشاب يشتكي وينوح لحد ما الفيلسوف قرب يكره نفسه، فوقف وقال له لو هتفضل تشتكي هسيبك وامشي، دور على مكان تاني تعمل فيه الحبتين دول. انت عايز ايه؟ قال له انا عاوز اعرف ازاي ممكن ابقى ناجح واحقق طموحي واكون فارق. قال له على فكرة انت عملت ده فعلا. بص الشاب باستغراب، ازاي؟ قال له الفيلسوف بص، لما جيت لي اول مرة كان عندك حب استطلاع، والإنسان لما يبقى عنده حب استطلاع بيدور إزاي يحسن نفسه، ودي كانت أول خطوة. فضولك خلاك تقول لنفسك كلمة مهمة جدا، أنا ممكن أنجح. طالما حد نجح فأنا كمان ممكن أنجح، وده زود رغبتك في اكتشاف قدراتك وتحويلها الواقع في حياتك، وخلتك تاخد القرار إنك تشتغل على نفسك وتنجح بجد. وبكده بقى عندك إصرار إنك تيجي وتقابلني، وكل ما تيجي نمشيك صبرك يزيد، وهو ده اللي انت جايلي علشان اقولهولك واعلمهولك. كلام الفيلسوف ما قللش قلق الشاب قد ما زوده. فرد عليه طب ازاي اقدر اعيش احلامي؟ سكت الفيلسوف شوية وبص للشاب وقال له بانك تفضل تقول لنفسك ليل ونهار انك ممكن تنجح وتحقق كل اللي انت عايزه، وخد قرارات قوية في حياتك وخليك مصر عليها، واوعى صبرك واصرارك على النجاح يهدوا. انتوا عارفين الشاب ده مين؟ الشاب ده يبقى سوزوكي، صاحب واحد أهم ماركات عربيات في العالم. وده يعرفنا إن أي نجاح في الدنيا كان في الأساس حلم، فكرة في دماغ إنسان حولها الحقيقة. دلوقتي خليني أسألك وإنت اسأل نفسك، عمرك فكرت تحلم؟ طب يا ترى إيه هو حلمك؟